في بيوت وجودك فيها مش بس خطر، ده ممكن يكون نهاية. النهاردة هحكي لك عن واحد من أكتر البيوت المسكونة رعباً في صعيد مصر. بيت اتقفل من سنين لأن كل اللي دخله مرجعش زيه. قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص المرعبة الحقيقية دوس لايك واشترك في القناة، وخلي بالك يمكن تسمع صوت وراك وانت بتتفرج. البيت ده موجود في قرية هادئة في محافظة قنا. شكله من بره عادي، بس من جوه هو باب للعالم التاني. الناس في القرية بيسموه بيت الجن، لأن من يوم ما اتبنى والناس بتسمع منه أصوات صريخ وضحك أطفاله الساعة 3 الفجر. المشكلة بدأت لما عيلة من 4 أفراد قررت تسكن فيه. كانوا لسه ناقلين من محافظة تانية ومش سمعوا حاجة عن البيت. في أول أسبوع البنت الصغيرة بدأت تحلم بكوابيس، وكل يوم تصحى تقول لأمها الراجل الطويل واقف عند باب الأوضة وما بيختفيش. الأم كانت فاكرة إنها تخيلات طفل، لكن اللي حصل بعد كده كان مرعب بجد. في يوم الأب رجع متأخر، سمع ضحك جاي من الدور التاني. طلع يندو على بنته، لقاها نايمة في سريرها والدور التاني كله فاضي. وبعدين سمع صوت ست بتبكي جوه الحيطة. لما جاب شيخ يقرأ قرآن في البيت، أول ما دخل وشه اتغير وقال انتوا سكنتوا في مكان ما فيهوش بشر، المكان ده ليه سكان تانيين وانتوا اقتحمتوه. في الليلة دي الكهرباء قطعت وكل حاجة بقت ساكتة. البنت بدأت تصرخ وتقول الراجل دخل الأوضة وبيقول لي تعالي معايا. ولما الأم جريت عليها لقيتها بتتكلم بصوت مش صوتها، بصوت راجل كبير وبيضحك ضحكة شيطانية. الشيخ رجع تاني وقالهم البيت معمول عليه عهد، اللي يسكن فيه بيكون بدل اللي كان قبله، واللي كان قبلهم كان طفل صغير اختفى من 10 سنين ومحدش لقاه لحد النهاردة. العيلة خرجت من البيت في نفس الليلة سايبين كل حاجتهم وراهم، والبيت من يومها متقفل، بس اللي بيعدي جنبه ساعات بيسمع صوت بنته الصغيرة بتنادي من الشباك الراجل لسه جوه وبيستنى حد جديد.